سؤال كيطرحوه بزاف ولا كيتطرح بزاف عليا انا شخصيا، وكيطرح على بزاف ديال الشباب حاليا، اللي هو فوقاش ديرنا العرس، فوقاش نحضروا في عرسك، فوقاش كذا، فوقاش ناكلوا الدجاج ديالك، فوقاش ناكلوا اللحم ديالك، فوقاش ناكل. ما عرفتش علاش بزاف ديال الناس كيدخلوا في هذه الامور هذه، هاد الامور اللي شخصيه بطبيعه الحال. واحد ما عرف السبب علاش انني ما تزوجت، ولا علاش انا ما باغيش نتزوج، علاش انا دابا في واحد السن وما تزوجتش. شوف، الانسان يديها في راسو بهذا المعنى، كلها ويديها في السوق ديال راسو، كلها، واللي بغى يتزوج يتزوج، اللي ما بغاش يتزوج ما يتزوجش. والمهم هو ان ذاك السؤال بالنسبه لي انك محرج أم كما يقولوا، هذه حرجني. الا ما كش، ولا ما كانش انا في الاستطاعه ديالي باش نتزوج، ولا ما كانش ذاك الشخص في الاستطاعه ديالو باش يتزوج، وانت كتجي تحرجو. وشكون اللي كره يتزوج اصلا؟ الزواج زين، عارفين أن الزواج زين، ولكن خصو شروط، خصو توفر بزاف ديال الحوايج. ولكن باش تجي انت انك تجي ودخلت على ذاك السيد وتقول له علاش ما تزوجتش وعلاش كذا، وإلا كان داك السيد مسكين اصلا كيفكر في الزواج، وانت كتزيد كتعمرو مسكين، وكتزيد كتعصبو، وكتزيد ديموتيفي، وكتزيد. اخوان ماشي هكا. تزوج لما تزوج الانسان، راك كتشوف الحاله ديال داك الانسان، الا شفتوه خدام مزيان تبارك الله، ويقدر يكون خدام مزيان ما باغيش يتزوج. المهم كلها وكيفاش، كاين اللي عنده غير حاجه قليله وكيتزوج، كاين اللي عنده بزاف ما كيتزوج، كاين اللي عنده بزاف وكيتزوج. ماشي كلشي كيف كيف. دونك الله يخليكم، هذا السؤال ديال واش درنا العرس ولا ما ديرناش، شغل ذاك الانسان. دونك الله يخليكم، خلونا بهذا الطبرايش ديال الاسئله ديال والو.